الدراسة دي كانت في اندونيسيا، لان فيها حالات طلاق كبيرة جدا بين الازواج اللي سنهم صغير. وده الحال اللي عندنا في الدول العربية برضو، ان الزوجة بتطلب الطلاق لان زوجها مش بيصرف على البيت كويس، مع العلم انها صغيرة وصحتها كويسة وتقدر تشتغل وتساند جوزها ماديا، ولكن بتشوف ان الطلاق اسهل. حتى لو بتشتغل فهي بتعتبر مال جوزها ليها ومالها ليها برضو. الحقيقة ان الست دي لو خزان الحب عندها مليان وهي انسانة سوية، عمرها ما هتقدر تطلب الطلاق. هي طلبت الطلاق لان مفيش كلمة حلوة، مفيش وقت كويس بتقضوه مع بعض، مش بتجيب لها هدايا، مش بتساعدها في ادوارها عشان هي كمان تساعدك في ادوارك، مفيش تلامس حنين بينكم، يعني لا فلوس ولا حب ولا مشاعر. فهتكمل معاك ليه؟ ياريت نحب شريك حياتنا بالطريقة اللي بيحبنا بيها ونديله زي ما بيدينا. محدش مجبر يعمل لحد حاجة، لان الحب والمودة هما اللي بيجبرونا، وبرضه هما اللي بيجبرونا ان احنا ما نقدرش نبعد. شكرا.